هلا وحبيباتي ورداتي، مساء الخير والعافية عليكم إن شاء الله يا رب. جيت اليوم وياكم فيديو جديد. اليوم حبيت أكسر روتين وأبتعد شوية عن الطبخ. جبت لكم وصفة كلش حلوة وموادها كلش بسيطة، مكونين فقط لكن مفعولها كلش حلو ويتجنن بنات، عن تجربة دا أحكي لكم. هاي الخلطة لتطويل الأظافر. إذا كنتوا يعني من عشاق يعني الأظافير الطوال تطولوهن ويكون لونهن أبيض. هاي الخلطة هي مجرد بس سنين ثوم راح استخدم وزيت الزيتون، وهاي المباشرة راح احتاجها. ابرش سنين الثوم برشة كلش يعني بالناعم، وبعدها اراويكم شكلهن وارجع لكم. هنا حبيباتي بعد ما برشت الثوم برشة كلش زينة يعني كلش ناعم بحيث تعطني هذا المي كله مالته. هسه راح اضيف عليه كمية من زيت الزيتون. طبعا كمية زيت الزيتون تعتمد على كمية الثوم اللي عندكم. اذا كنتوا رايدين انه تكثرون الخلطة ايضا تكثرون زيت الزيتون. فاني راح اخليه يعني مو كلش هواي لان اني مسوية يعني برشة ثوم بس سنين، وابقى هيجي ارسم بهاي الطريقة. طبعا بنات خلطة تجنن رغم ما انه مكوناتها كلش بسيطة، لكن مفعولها يبين عندكم خلال 7 ايام يوميا مرة واحدة. تخلون 7 ايام وتشوفون فرق على اظافيركم، مو بس تطول حتى يعني يصير بيها قوة ما تنكسر بسرعة. بعد ما مردتها كل زين المواد مع بعض، الثوم وزيت الزيتون، تجيبون اي علبة عندكم فارغة. انا جبت هاي وتفرغوها حتى يكون انه غطاء يعني عليها، لا تخلوها مكشوفة. وتقدرون تستخدموها انتو بعد حسب وقتكم اللي يناسبكم. واذا كنتوا يعني تحبون هاي الخلطات اكتبولي بالكومنتات، يعني عندي خلطات تجنن حتى انزلكم اياها ونستفاد سوا ان شاء الله. من هنا انهي فيديو اليوم وياكم، وانتظروني بفيديوهات جديدة ان شاء الله. لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة. في امان الله.